الوطن الحر امضوا وانحروا الشر ودقوا البغي دقوا لكن علقم النور وكونوا في مضي يزف الثمر بالكر من الجو فتصبر وزف يملأ البر جنود الوطن الحر امضوا وانحروا الشر ودقوا البغي دقوا لكن علقم النور. ليبيا كانت تدعمنا دعم مباشر والكل يعرف، والدكتور سعد الفقيه اجتمع بالمخابرات الليبية مرتين. في دولة خليجية تدعم. وش الدولة الخليجية؟ إيران تدعم لحظة وش الدولة الخليجية؟ ايش معنى ليبيا يعني تقولوا الدولة الخليجية؟ ليبيا صرحوا فيها المسؤولين الليبيين، صرح فيها أحد أبناء القذافي أنه يدعم المعارضة السعودية والدولة الخليجية ما صرحت؟ الدولة الخليجية زي ما قلت لك أنا في تقدير لولاة الأمر وفي حلم متجاوز عن كثير من الأمور حتى فيما يختص السياسة الدولية. طيب وإيران ايش معنى تصرح فيها؟ لا أنا ما بقول لك إيران من الدول التي تدعم الدعم المعنوي بطريقة. كيف؟ أنا أقول لك شيء، من نلاحظ حركة الدكتور سعد الفقيه أو المسير اللي إنه ما يعادي أي تيار. وتزداد وتفني مر بالصبر فهذه صرخات الجيوش اليوم تزهر وهذا علم العز. ولدينا الطمأنينة ولدينا القناعة بأن هذا العمل جهاد بدون تردد، فاطمئنوا. يعني أنتم لكم أجر أعلى مراتب الجهاد. الواحد ما في داعي يفكر إنه يروح العراق ولا يفكر يروح الشيشان ولا يفكر يروح أفغانستان، ما يحتاج. هذه الجهاد نكست دور، يعني في ديرتك في الرياض وفي جدة. البس لبسك روح صف مع التظاهرة، وأجرها أعظم من الأجر الذي هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نضحي لذراها ونرعى الحق فيها ونرعى الحق فيها. فريق الوطن الحر اطلب ما تشاء مر سنأتيك جموعا بلحن نصر نظفر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر فأنت القائد. تتحدث عن قتال الطوائف الممتنعة. نعم. وتضع تحت هذا الاسم المباحث العامة في السعودية وأمن الدولة في مصر أو دول أخرى ما شابه، وتقول بأن هذه طائفة كفر وردة حربية وتعامل معاملة الكفر والردة والحرب. نعم، هذا الحكم الشرعي. يا سيدي هؤلاء موظفون بسطاء، يمكن يكون أخي شقيقك ابن عمك، وأنا بعض أقاربي في هذا الجهاز، وأنت تضعهم تحت المطرقة وبإمكانك أن تقتلهم. نعم، لأنهم في حالة لأنهم هم جزء من جهاز النظام الذي يحمي نظام وجوده. هذا جزء من الطائفة الممتنعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.